ويمثل غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة عن مباراة منتخب بلاده أمام المغرب استفادة مالية كبيرة للاتحاد المغربي لكرة القدم. ويحل منتخب الأرجنتين ضيفا على نظيره المغربي اليوم الثلاثاء في مباراة ودية تجمع بين المنتخبين على ملعب طنجة. وفقا لما نشرته بعض الصحف المغربية، فإن الاتحاد المغربي أبرم اتفاقا مع نظيره الأرجنتيني على مشاركة ليونيل ميسي لمدة 70 دقيقة في اللقاء مقابل دفع مليون يورو. ولكن بعد إصابة نجم برشلونة في ودية فنزويلا وتأكد غيابه، سيوفر هذا على الجانب المغربي 450 ألف يورو، ليكتفي الجانب المغربي بدفع 550 ألف يورو فقط لخوض المباراة. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة عضلية في العانة والتي تلاحقه منذ فترة مع برشلونة، سيغيب على أثرها عن مباراة المغرب المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء. وكان ليونيل ميسي قد شارك في 90 دقيقة كاملة في خسارة منتخبه أمام فنزويلا بنتيجة 3-1 في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. وهي المشاركة الأولى لنجم برشلونة منذ ما يقارب 9 أشهر بعد نهاية مشاركته في مونديال روسيا 2018 في الثمن النهائي أمام المنتخب الفرنسي. ومن المؤكد غياب صانع الألعاب حكيم زياش لاعب أجاكس أمستردام الهولندي عن مباراة المنتخب المغربي ضد الأرجنتين، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها برفقة فريقه. وأعلن هيرفي رونار أيضا غياب لاعبه نور الدين أمرابط عن المباراة بعدما أكدت الفحوصات الطبية عدم قدرته اللحاق باللقاء بسبب كدمة في الحوض.